الزوج حس ان هو تعبان وقال لك اما اروح بيتي اريح شويه، مش هيجري حاجه النهارده. ودي كانت غلطته بصراحه، ان هو رجع بدري، ولما رجع البيت دور على مراته في الشقه ملقاهاش، ولقى الاولاد لوحديهم. ابنه الكبير قال له يا بابا دي كانت جوه في اوضه النوم مع عم صبري الحلاق، وخرجوا مع بعض يشتروا ملابس داخليه. فالاب مبقاش مصدق ابنه بيتكلم جد، الكلام ده حقيقي، طب يعمل جريمه. بدأ يفكر، فقال لما راقبها عشان ما ظلمهاش. وفعلا بدأ يراقبها، لقاها الصبح عاملة جدول. الأول طلعت على يوسف جارهم، قعدت معاه شوية، وبعد كده طلعت على الحلاق في بيته وقعدت معاه حبة، وبعدين راحت السوق اتسوقت عشان تطبخ وتستنى جوزها وتأكل ولادها. لا، منظمة جدا بصراحة يعني. الزوج مش مصدق هيواجهها، دور في أوراقها، دور في ورقها وهدومها، لقى ورقتين وسط الهدوم. الورقتين دول موجود فيهم عقدين عرفيين، عقد بينها وبين صبري وعقد بينها وبين يوسف. الراجل اشتكى، وفي النيابة الست قالت أنا كنت عاملة عقدين عشان خاطر ضميري يبقى مرتاح، عشان يبقى علاقتي بيهم علاقة رسمية بيني وبينهم على الأقل قدام ربنا، عشان ما أحسش إن أنا غلطت ضميري وعملت حاجة غلط. الحقيقة هي ما غلطتش، هي فكرت إن هي تكتب ورقتين عرفي عشان خاطر هي تبرر لنفسها، عشان تبرر الغلط، وكأنها مش عارفة إن اللي بتعمله ده غلط. يعني هي متجوزة وبعدين تعمل علاقة مع اتنين، العلاقة دي اسمها في القانون زنا، يعني الزوجة اتهمها بالزنا. الحكم الزنا الزوجة بتحكم عليها الحبس لا يقلش عن سنتين. هل هي تستحق الحبس؟ طلع تستحق أكتر من كده. على كل جوازة منهم تاخد سنتين عشان تبقى عبرة لغيرها.